مين اللي قال إن الماضي بيموت؟ ولو فعلا مات، إزاي لسه بيعلمنا؟ إزاي ناس عاشت من آلاف السنين يسيبولنا أسرار بنتعلم منها وبنكتشفها لحد النهاردة؟ يا ترى إيه سر الدوشة اللي معمولة على المتحف؟ مش ممكن حكاية المتحف تطلع أكبر من اللي احنا فاكرينه؟ يعني ما تكونش شوية حاجات في الماضي وخلاص، ممكن يطلع هو المستقبل والحاضر. تعالوا نبدأ الحكاية، ونبدأ حكايتنا مع الملك رمسيس الثاني من جوه معبد أبو سمبل. ظاهرة فلكية صنعوها أجدادنا من آلاف السنين، والظاهرة دي بتحصل مرتين بس في السنة، مرة يوم 22 فبراير والمرة التانية يوم 22 أكتوبر من كل سنة. واللي بيحصل إن أشعة الشمس بتخترق المعبد وبتضيء وجه الملك رمسيس الثاني لمدة 20 دقيقة، وده بيحصل يوم ميلاده في 22 أكتوبر. أما اليوم التاني فبيكون يوم تتويجه للملك يوم 22 فبراير، وده التاريخ اللي مسك فيه وتولى حكم مصر. طب وإيه علاقة الكلام ده بالمتحف المصري الكبير؟ إيه العلاقة إن المصريين كرروا نفس الظاهرة في المتحف المصري الكبير؟ وبعد ما كان عندنا معجزة واحدة بتجذب العالم وآلاف السياح، بقى عندنا السنة دي معجزتين، وهتتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في توقيت واحد في معبد أبو سمبل والمتحف المصري الكبير. وده سر الطوبة الفاضية دي اللي في مدخل المتحف. والمصريين القدماء ما أبهروش العالم بالمعابد والشمس وبس، أبدعوا في مختلف المجالات، واللي من ضمنها الموسيقى والعزف. وهتشوفوا الكلام ده بنفسكم على الجدران في المتحف المصري الكبير، وهتشوفوا الآلات الموسيقية اللي استخدموها قدماء المصريين، واللي من ضمنها آلة زي آلة الهرب اللي احنا لسه بنستخدمها لحد يومنا ده. متخيلين مدى التقدم والتطور اللي كانوا فيه وقدروا يبهروا العالم كله ونتعلم منهم لحد النهاردة؟ والدرجة أبهرت الفيلسوف اليوناني أفلاطون، والذي صنف أنه من أعظم العقول على مستوى العالم، واللي من شدة انبهاره بالموسيقى المصرية قال لليونانيين: علموا أولادكم الموسيقى المصرية، فهي من أرقى أنواع الموسيقى، علموهم أن يقدروا الفنون، ثم بعد ذلك أغلقوا السجون، فيد الفنان لا تقتل. ومن أهم قناعاته: ابقى حيث الموسيقى فالأشرار لا يغنون. ولو الفن ده كله كان بيشهد بعظمة المصريين، تعالوا نشوف مين كانت بتحكم مصر نفسها. الملكة حتشبسوت، وكانت من أعظم حكام مصر، مش أعظم الملكات وبس، وحكمت مصر 22 سنة، وده رقم كبير في تاريخ أي ملك، مش بس ملكة. واتعرف عصرها بالسلام والرخاء والنمو الاقتصادي والتبادل التجاري القوي. وكانت مصر طوال فترة حكمها في أزهى وأبهى عصرها، كانت قدام العالم كله حالة استثنائية، في وقت ما كانش فيه بلد واحدة على وش الأرض ممكن تقبل إن ست تحكمها، لكن المصريين قبلوها واحترموها وكمان سندوها. الملكة حتشبسوت مش صورة فردية، دي صورة بتعبر عن المرأة المصرية زمان، اللي كانت طبيبة ومعلمة وقائدة للجيوش كمان، زي الملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني، واحدة من أقوى الشخصيات النسائية اللي مرت على تاريخ مصر. وده لأن المرأة المصرية زمان لما كانت بتتولى منصب كانت بتاخده بعقلها مش بشكلها. علشان كده الملكة حتشبسوت لبست الزي الملكي وقتها، وهو زي الرجال، وكان خالي تماما من أي مظهر من مظاهر أو معالم الأنوثة. وده ما كانش أبدا نوع من أنواع التنكر، لأن الشعب كله عارف إنها امرأة، لكنها كانت رسالة من العقل والكفاءة، هم اللي بيحكموا مش المظاهر الأنثوية. المصري القديم احترم الست وشاف فيها شريك قوة وعقل، قدرت تنجح في بيتها وقدرت كمان تنجح في الدولة، وده سبب إن التاريخ نفسه ما قدرش يتجاهلها. وبعد ملكات مصر يجي الملك تحتمس الثالث من أقوى الملوك المصرية اللي حكمت مصر،
قاد بنفسه 17 حملة عسكرية وما خسرش منهم ولا معركة واحدة. وده ما كانش بس قوة، لأ ده كان عنده فكر وعقل استراتيجي نادر، وده اللي خلى خططه العسكرية لحد النهاردة بتدرس كنماذج في الذكاء العسكري وتنظيم الجيش. المصريين كانوا من أوائل الشعوب اللي عرفوا يعني إيه جيش يحمي، مش جيش يغزو، جيش يدافع عن أرضه وكرامته وهبته. واللي كنت عايزة أثبته لكم إن مفيش ماضي بيخلص أو بيموت، وده اللي مخلي الحضارة المصرية حضارة مختلفة عن كل البلاد. تاريخ وعلم وفن، علوم كتير، أسرار كتير بيكتشفها العالم لحد النهاردة ولسه بنتعلم منها. تاريخنا مش صفحات، ده ظهر واقف وروح عمرها ما اتدفن. واللي شفتوه دلوقتي ده نقطة في بحر من اللي موجود في المتحف المصري الكبير. ولو قررتوا تزوروا المتحف خلي معاكم مرشد عشان تفهموا الحكاية صح. وسؤالي ليكم، تفتكروا الماضي فعلا بيموت والمتحف المصري الكبير مجرد حاجات وذكريات في الماضي؟ تابعونا دايما على طعمها ايه، علشان لسه عندنا حكايات كتير قوي عن ام الدنيا وحوادثها اللي ما بتخلص. ست كل عصر عيشة جنب نلقى تسوى 1000 قصر. مصر مصر مصر.